يلا نسمي الله ونعمل مع بعض أصابع الجلاش الجميلة بحشوات مختلفة بتسوية جميلة جدا سهلة. من نص كيلو هنعمل كمية كبيرة جدا، حوالي كيلو ونص حشوة مختلفة زي ما احنا شايفين، وسهلة جدا. حلويات الرمضانية الجميلة تطلع معانا بالشكل الجميل التحفة، تقدميها لضيوفك، تديها هدية لحبايبك، لأي حاجة تقضي بيها الغرض. جميلة جدا زي ما احنا شايفين، هتعجبكم هتبهركم جدا أصابع الجلاش بالحشوة المختلفة الاقتصادية. يلا بينا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عزة حسين من مطبخ أكلاتي. ممكن لايك وشير ونشترك. يلا نفعل الجرس على الكل عشان ينزل لنا كل فيديوهاتي الجديدة، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنعمل مع بعض أحلى أصابع جلاش بطريقة مختلفة بحشوة مختلفة جميلة جدا وهتبهركم. أول حاجة هنبتدي نعملها، هنحضر السيرب أو العسل أو الشربات. هعملها بكمية صغيرة، هعمل كوباية سكر مع كوباية مية ونص ليمونة، وهرفعها على النار. عايزة تضاعفي الكمية يبقى 2 سكر و2 مية. تمام. احنا هنحطها على النار ونسيبها لمدة 10 دقايق لحد ما تكون متوسطة، لا تقيلة قوي ولا خفيفة. الحلويات الشرقية وخصوصا البقلاوة والكنافة بتحب السيرب يكون متوسط أو تقيل. يلا بقى نقول مع بعض الحشوة. هنجيب نص كيلو من الجلاش، ومعانا حوالي 3 معالق جوز هند، 3 معالق قرفة، نص فنجان من السكر، كوباية سمنة أو زيت أو زبدة، أي سمنة بس تكون ريحتها حلوة. معانا بقى الحشوة الجديدة المختلفة الجميلة، معانا الكنافة النية مش هتكون متحمصة، ومعانا سوداني ده حشوة اقتصادية. طبعا جوز الهند ده في ناس كتير ما بتحبوش، مفيش مشكلة، أو القرفة، دي حاجات طبعا حسب ذوقك في الحشوة. اعملي الحشوة اللي تناسبك أو على قد إمكانياتك. أنا بعملها بطريقة اقتصادية، حابة تحطي جوز لوز بندق اللي انت عايزاه. أنا بديكي حشوة اقتصادية، حشوة جميلة وسهلة، وهتخليكي تاكلي ميكس ما بين الكنافة والجلاش. يلا بقى مع بعض هنجيب صاج صينية مربعة، هندهنها معلقتين سمنة كويس. هنجيب الجلاش وهنفرده، هنحط انا بحب الفرشة قوي، ما بتدينيش سمنات كتير، حاجة كده متوسطة. افردي الورقة واتني جزء منها. ابتدي افردي بقى الكنافة اللي احنا قطعناه صغير، وعليها الحشوة اللي عملناها، وعليها حاجة كده تنطيرة خفيفة بالفرشة السمنة السايحة. ابتدي بإيدك الاتنين كده وسطني ولفي كويس الرول الجميل اللي احنا شايفينه ده، ويلا هتنقليه على الصاج او الصينية المدهونة. تمام. عايزة اللفة اللي احنا عملناها من تحت زي ما انتم شايفين، واللفة المتساوية هتبقى من فوق عشان تطلع معانا مظبوطة وجميلة. يلا نعمل واحدة كمان. هنبتدي ندهن ورقة من الجلاش وهنتني حتة عليها، لكن كان عندي حتة مقطوعة، مفيش مشكلة، بنبتدي نظبط نفسنا ونتصرف. هتبتدي تفرفري جزء كده من الكنافة زي ما احنا شايفين، وهنحط عليه الحشوة اللي احنا عملناها، وهنبتدي بالفرشة نحط كده حواليها شوية من السمنة السايحة، وابتدي لفيه. هي ورقة واحدة بس، لكن الجزء اللي فوق بيكون متني، أو لو عندك قطع من الجلاش بتحطيها. لفيها كده، وابتدي خلي الجزء من تحت زي ما اتفقنا على الصاجة أو الصينية المدهونة. ابتدي بقى رصصي واعملي كمياتك المتساوية. تعالي نعمل واحدة كمان. تمام. هتبتدي بقى ترصيها وتبعديها سِنّة عن بعض عشان عايزاها تتحمّر. يالّا بقى ابتدي هاتي ورقة زي ما أنتِ شايفة، وطبعًا قُلنا في ورقة مقطوعة ما فيش مشكلة، تبتدي تفرديها فوقيها، هي دي اللي هيتحط عليها الحشوة بدل ما نتني. وهنبتدي ننطّر السمنة كده خفيف. وعلى فكرة الجزء اللي أنا باعمله ده يعني حصل فيه خطأ، ما رضيتش أشيله عشان لو حد حصل معاه نفس الموقف يبتدي يتصرّف. ابتدي افردي الكنافة زي ما أنتِ شايفة، وانزلي عليها كأنِك بتعملي كنافة وبتحشيها على ورقة الجلاش، وننزل كده بتنطيرة بسيطة جميلة
أو الفرشة بتوازن معانا اللفة. شوفوا بقى وأنا بالفها فتحت مني، أنا كنت ممكن أحذف الجزء ده لكن حبيت أوريكم. لو عملت معاكي كده ابتدي لفيها بالورقة اللي وراها على طول، هتبتدي تلملك كل الحشوة أو الجلاشة اللي اتقطعت منك بالشكل الجميل ده، وتنقليها عادي على الصاج وبقت شكلها متساوي. بصوا الشكل الجميل دوت. عايزة أقول لكم لو أنتِ حابة تغيّري الشكل أقول لِك تعملي الشكل ده إزاي. بتجيبي ورقة الجلاش تبتدي تمسحيها بالسمنة وتتنيها على 2 زي ما إحنا شايفين كده، تمام. ابتدي بالراحة اتعاملي مع الجلاشة بطريقة سهلة كده وبالراحة. ابتدي بقى اتنيها على 2 وامسحيها تاني بتنقيطة سمنة بسيطة. إن حابة طبعًا لازم السمنة دي عشان تدّيكِ ترويقة حلوة، وابتدي افردي الكنافة زي ما إحنا شايفين بالشكل ده، ونحط عليها الحشوة بتاعتنا وتنقيطة كنافة. هاتي أي حاجة عندِك، أنا كان عندي السلكة دي، ما عندكيش ممكن عصاية الشيش طاووق حطيها، وابتدي لفّي عليها كده زي ما إحنا شايفين، وابتدي اضغطيها وزُمّيها بالطريقة دي، واخلعيها كده خالص الخشب أو الحديدة، وابتدي رصيها تدّيكِ شكل جميل وشكل جديد خالص، جميل أوي. حبيت أورّيكم بس أشكال وطريقة الحشوة وإزاي أنا باعملها. هنعمل واحدة كمان، هناخد الورقة وهنتنيها على 2 وهنمسحها بالسمنة السايحة أو الزبدة. الحلويات الشرقية بتحب السمنة اللي ريحتها حلوة أوي. لو ما عندكيش سمنة بلدي أو مش عايزة تهدريها هاقول لِك في الآخر هنعمل إيه. هنفرد تاني زي ما إحنا شايفين الكنافة وهنرُش عليها الحشوة، وهنحط كده زي ما إحنا شايفين حديدة عندِك أو أي حاجة سيخ خفيف أو عصاية شيش طاووق، ولفّيها وزمّيها زَمّة خفيفة هتدّيكِ الشكل الجميل ده. هنبتدي طبعًا نرصها على الصاج المدهون سمنة كويس، معلقتين سمنة في الصاج أو في الصينية، وهتكون اللفة من تحت اللي هي آخر حاجة. بُصّوا النُص كيلو ما شاء الله ملا معانا الصينية أو الصاج. هابتدي بقى أقطّعه بالطريقة اللي إحنا عايزينها. هابتدي أنا أقطّعه كده حاجات حوالي 2 من عُقلة الصُبع، أنا عايزاه يبقى صغنّن علشان يرمي معايا، واللي ياكل واحدة ما يسيبهاش وياكلها كلّها على طول بالشكل الجميل، وشكله بيبقى جميل أوي التقطيعة دي. ابتدي بقى إيه، ابعدي الرول عن بعضه شوية، ما تخلّوهوش ماسك في بعضه عشان عايزاه لمّا يستوي يتحمّر من كل ناحية. خلاص بعد ما خلّصنا هنجيب بقى السمنة السايحة وبالفرشة نبتدي ندهن بالشكل اللي إحنا شايفينه ده. ما تكُبّيش كتير عشان ما تبقاش كلّها سمنات، لأ اعملي بالطريقة دي هتبقى خفيفة أوي. بالفرشة هتبتدي تدهني وتشبّعي كويس البقلاوة الرول الجميل. شايفين شبّعتها من الجناب من كُلّه، ما فيش داعي إن إحنا ندلق كده ونكتّر ونبتدي يبقى السمنة كتيرة أوي في الصينية. هتدخّليها على الشبكة على درجة حرارة هادية. أنا دخّلتها على 125 زي ما إحنا شايفين على الشبكة، ابتدت تخش في السِوَى، والمكان اللي ما احمرش ابتدي قلّبي الصينية أو الصاج من مكان التاني لحد ما تاخد اللون الوردي الجميل زي ما إحنا شايفين. ربع ساعة وكانت موجودة وخلصت، ويا ريت تراقبيه وما تمشيش من جنب الفرن عشان بتستوي بسرعة. شُفتوا خدت سِوَى ولون وردي جميل جدًا. ابتديت بقى أخدتها، أنا ما كنتش حاطة سمنة بلدي كتير، فعشان أدّيها الطعم الحلواني الخطير ابتديت وهي سخنة جدًا بالفرشة، بقيت أدهنها كلّها كده بسرعة حاجة عشوائية بالسمن البلدي أو السمن الفلاحي. هتاخد ريحة الحلويات الجاهزة وهتبقى تحفة، حاجة كده خطيرة بحيث إن إحنا ما نهدروش سمنتنا كتير. وبعد كده بابتدي أجيب الشربات أو السيرب أو العسل، وما تكتريش وما تكبيش كتير عشان ما تسكرش وتبقى معسلة أوي. برضه ادهني بالفرشة وابتدي شبعي كده ال الرول أو أصابع الجلاش بطريقة كده اللي إحنا شايفينها، تبقى جميلة أوي ومقرمشة وتحفة. الطريقة دي جميلة أوي. أنا مش عايزاكِ تبتدي تدلقي عشوائيًا علشان ما تبقاش طرية معانا، لأ، إحنا عايزين كده نقرمش ونستمتع يعني بالطعم الجميل، وفي نفس الوقت بتقللي من السكريات فيها. الطريقة دي ما بتخليهاش معسلة أوي، بتديكِ طعم جميل جدًا. شايفين ابتديت أعيد على التقطيعة، شايفين المنظر تحفة، والحشوة من جوّه. إحنا كده بناكل كنافة
وبناكل بقلاوة في آن واحد، طعم جميل خيالي تحفة جدًا، حاجة مشرفة أوي، ورصيتها بالشكل الجميل زي ما إحنا شايفين، ورشيت عليها المكسرات الجميلة، وقدميها لضيوفِك لحبايبِك، ويا ريت اللي عجبه الفيديو ما ينسانيش باللايك والشير، ويا ريت نشترك ونفعّل الجرس على كلمة الكل، علشان ينزل لنا كل فيديوهاتي الجديدة أحلى حلويات شرقية من مطبخ أكلاتي.